مساء الخير يا عملاء الكرام. في الفيديو ده هنتكلم عن طريقة تغيير رمان البلي للغسالات اللي الحلة بتاعتها بتبقى لحام مش بمسامير. يعني كل الحل المسامير بنقدر نعمل عمرة البلي عند العميل في ساعتها على طول، ما بتاخدش ساعتين زمن. انما في الفيديو ده بنشرح الحلة اللي هي حلتها لحام خطوة بخطوة معاكم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مساء الخير عملاء الكرام. النهارده هنتكلم عن الحلة اللي هي بتبقى نظام الكبس او اللحام. تمام. دي حلة غسالة اريستون. نظامها بيكون ازاي؟ بتكون النص اللي ورا والنص اللي قدام، يعني ده من اول هنا كده لغايه هنا كده، ده النص اللي ورا، والنص اللي قدام اللي هو الجزئيه دي بتبقى ملحومه في بعضها نظام طبخ، زي الحمام مواسير الميه كده، البلاستيك. تمام. فطبعا دي عشان نغير رمان البلي بتاعها لازم الحله دي بتتشق، وبعد كده بتركب لها مسامير وسيليكون عشان تتقفل بيها. تمام. طب ليه؟ ايه مشكلتها؟ مشكلتها دلوقتي ان رمان البلي بتاعها فيه مشكله. اولا هنا كده فيه بوش اهو، لما احنا بنحرك كده في بوش واضح اهو، وادي صوت رمان البلي اللي فيها. بصوا، سامعين صوت الدربكه دي كده؟ ده كده رمان البلي بتاعها انتهى تمام. ماشي. فدلوقتي مبدئيا احنا الحله دي هتتشق، وبعد كده ان شاء الله بامر الله يتغير رمان البلي وتتجمع، ونشوف مراحل الشغل بتاعتها بامر الله. كده يا جماعه الحله اتشقت، اتفتح النصين كده من بعض اهو. تمام. زي ما حضراتكم شايفين. طبعا كل الريش ده بيتنضف ويتصنفر كويس. تمام. دي غرفة الهواء، وده مكان غرفة الهواء. الحمد لله زي ما انتم شايفين الشق من غير ولا كسر ولا طق في اي جزء من الاجزاء. تمام. باذن ربنا هنطلع دلوقتي الحلة ونشوف رمان البلي زي ما انتم شايفين. هنطلع وهنشوف. كده يا جماعة فورنا الحلة اهو، فورنا الاكس. طبعا نضفنا الاكس، صنفرناه وادينا له شحم. واهم حاجة الجزء بتاع النحاس، الجلبة النحاس دي اللي بيشتغل عليها القدسي. طلعنا زي ما انتم شايفين كده البليتين اهم خلصانين خالص، والقدسي واضح جدا القدسي ده متدمر. دي المية بصدى اللي طالعة منه وداخل على البلي. واضح صوت البلية عاملة ازاي، وادي البلية التانية برضه واضح صوتها. تمام. هنا بقى بعد ما نضفنا الرايش زي ما انتم شايفين كده. تمام. نضفنا مكان البلي، وادي البلي الجديد القدسي. تمام. وادي الوش اللي بيركب بعد ما تنضف وتخرم، تحدد اماكن المسامير. تمام. هنركب البلي ونسقط الحلة ونسمع الصوت بتاع الحلة قبل ما نقفل خالص. كده ركبنا البليتين والقدسي، ادي القدسي وادي البلي اللي جوه وادي البلي اللي تحت القدسي. تمام. وهنسقط دلوقتي الحلة، نركب الحلة كده. لف بقى كده لفة جامدة كده. واضح بقى مفيش اي صوت خالص اللي كان موجود في البلي اللي بايظ. صوت البلي حرير اهو. لفة تاني كده.
كده بقى فاضل على تقفيل النصين، النص ده والنص ده بالسيليكون والمسامير. نشوف كده دلوقتي البوش اللي كان موجود. بصوا مفيش اي بوش الحمد لله ما بين الحلة اللي بتلف، الحلة الداخلية والحلة الخارجية، مفيش فيها اي بوش. كده احنا ادينا سيليكون على النص اللي فوق والنص اللي تحت زي ما انتم شايفين. تمام، الحلة كلها هنقفل ونربط كده الحمد لله بعد التجميع. تمام، السيليكون كله لف في الحلة اهو. طبعا شربنا السيليكون كله مكانه. تمام، المسامير كلها طبعا مضايقين المسافات ما بين المسامير. اهي مفيش اي صوت تماما الحمد لله. كده طبعا تتساب اكتر من 24 ساعة السيليكون ينشف حلو قوي ويعضم تمام، وبعد كده ان شاء الله تبقى جاهزة على التقفيل. طبعا لازم بنشرب السيليكون في اي زوايا كده. السيليكون اللي باظ ده كله احنا بنكون حاطين زيادة علشان لما نربط ونجمع السيليكون الزيادة ده كله يطلع معانا زي ما انتم شايفين اهو، اتلف كله. شكرا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.